والله يا جدع الواحد زي يعمل ايه؟ كل ما قابل واحد زملكاوي يقول لك احنا كسبنا الماتش وكسبنا التلاتة بونت وهيتخصم منكم 3 بونت. طب فين الكلام ده؟ انا مش مصدق نفسي. انتوا ماشي تتسحبوا ويتخصم منكم حاجه، لكن احنا ما يتسحبش مننا اي نقطه، وبكره تشوف احنا نادي الدوله. في نادي دوله ينسحب من ماتش ليه؟ بناء على ايه؟ ده انتوا كنتوا هتكسبونا كتير، ده انتوا كنتوا هتكسبونا زي الدور الاول كتير. قلتوا لنا هتكسبوا 3 و4، ما شفناش كده. انتوا كنتوا هتتغلبوا مننا اول ماتش في الدور الاولاني. حصل مني ولا انا بكذب؟ وبعدين كاس العالم للانديه دي احنا رحناه اول مره، بس للاسف اتلغى، مفيش نصيب ان احنا نروح. بعدين احنا نادي الدوله يا باشا، يعني لو اتطبق علينا القرار ده هننسحب من الدوري وكل البطولات المحليه، عشان تكون عارف هنلعب افريقيا ونلعب كاس العالم للانديه اللي انتوا اصلا ما رحتوهاش ولا مره. لا انسحبتوا وركبتوا الاتوبيس زينا كمان، صح؟ ونزلتوا كلتوا كبده ودخلتوا الحمامات والكوبري كان واقف والحاجات دي كلها. بلاش شغل العفاريت دوت. انتوا جن، انا عارف انتوا اهلاويه عايزين بس تمسكوا في الواحده. انسحاب تعملوا اعتراض للفيفا، ما اعرفش ايه تعملوا كل حاجه تشتكوا. نيجي هنا نشتكي ونتكلم يبقى وحش، صح كده يا اهلاويه؟ باختصار شديد، كل اللي احنا بنتكلم فيه اهلي زمالك. سؤال بس محيرني يا جماعه، بعد الشد والجذب والكلام الاهلاويه بيتكلموه الزملكاويه بيشدوا مع بعض عشان خاطر الماتش وعشان خاطر الكلام اللي حصل الفتره اللي فاتت دي كلها، سببها ايه ده كله؟ مش ملاحظين؟ هو البنزين هيغلى امتى؟ السلام عليكم.